هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. اخواتي الكريمات، السلام عليكم، نهاركم مبروك، صحه رمضانكم ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو تاع هذا النهار هي كيفيه تفصيل القندوره، خياطه وتفصيل القندوره بدون اخذ المقاسات. طالبني يعني نظرا طلبت بزاف اخوات. كاين اللي ما تعرفش، كاين اللي ما قارياش ما تعرفش تاخذ المقاسات، باغيه تخيط. غادي جبت لكم اليوم فكره باش نخيطوا قندوره، نفصلوا ونخيطوا قندوره بدون اخذ المقاسات. الحاجه اللي لازم تكون عندنا هي قندوره، يعني قندوره اللي تجيك سور ميزور ولا مام تجيك زبونه. قولها تجيب القندوره اللي تجيها سور طاي وسور ميزور وتجيها شابه في اللبسه. يعني اي وحده فينا عندها قندوره اللي تعجبها وتجيها فلاطاي شابه، هذيك هي القندوره اللي مطلوبه في هذا الفيديو. المهم هنا عندي قطيفه فوتون. القطيفه نعرفوا باللي كاين جهه تتكسل الاستيكيه وجهه ما تتكسلش. هنا عندي زوج متر ونصف قطيفه. غادي نخيط، يعني غادي نفصلوا غير بالوجه. يعني هذا الفيديو قلت لكم للمبتدئات، يعني على زوج سورتو فوتون كيما نقولوا ثقيله غليظه. ما غاديش المقص يقصها لنا غايه، ما لا غادي نفصلوا بالوجه. هنا قلبت هذا الوجه، درت هذاك المتر ونص هو اللي راني ناخذ منه المقاس. هنا في الجهه يعني كيما نقولوا هذا الدوفون اللي مقلوب راه فيه 43 سنتيم، يعني من الاعلى من الفوق، و 43 سنتيم من الاسفل. كيما نقولوا هنايا غادي نفصل الظهر. صح اخواتي، غادي نجيبوا القندوره تاعي ولا الجبه تاعي نحطوها يعني من الاعلى نديروا الاسفل كيما راني قالبه كيما هكا، ونبدو نقصوا القندوره تاعنا بلا خوف البنات. يعني هذه هي الفرصه تاعك اللي غادي تتعلمي الف صاله. بزاف يجوني اخوات شوفوا بزاف اخوات اللي يهيبوا المقص عفوا، واللي تهيب المقص عمرك ما غادي تتعلمي. شوفوا كيفاش ديروا فتحه الابط، شوفوا تعينوا بالطباشير ولا بالماركور بالنقاط، تحطي صبعك وديري نقطه من تحت ومن بعد تتبعي بنقاط. هذا هو الوجه تاع القندوره الاولى. يعني تبغي ديريه دوفون يعني القدامي كيما نقولوا، وتبغي ديريه الخلفي. نروحوا نكسلوا القماش، ما غاديش يبقى لنا باسكو فيها 2 متر ونص، ما غاديش يبقى لنا العرض متر ونص. غادي نتنو كيما نقولوا الجهه كيما نقولوا الزياده الثانيه هذيك اللي غادي نفصلوا فيها الوجه الثاني عفوا. المهم بعد ما فصلنا دوفون لاريير نحطوهم مع بعض ونجو هنا باش نديروا الكتف. هنا راه فيه 44 سنتيم، هذه مولاته تلبس 2 اكس ال. هنا ناخذوا المقاس تاع الكتف 12 سنتيم حتى 13 سنتيم حتى 14 سنتيم، خاطش الفتحه غادي نديروا فيها سفيفه مولاته بغايتها شويه مبلع دوك كيما شفتوا في المانكان. المهم قلت لكم مطنع هي من احسن 13 حتى 14 سنتيم وتحطي نقطه. الفتحه تاع الصدر ديري فيها 16 ولا 17 سنتيم، تحددي هذيك النقطه وديري شغل نصف قوس هكا، ولا كيما نقولوا شغل بديه تاع اس باش يجي الفورم لا فورم تاع الصدر تجي شابه. والظهر نديرو 3 سنتيم، ونديروا اكيد يعني في الكتف عفوا ندخلوا ب 2 سنتيم ونقصوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا اخواتي. هنا راني ندير فتحه تاع الصدر، قلت لكم الكتف فيه 13 حتى 14 سنتيم، ونهودوا ب 16 حتى ل 17 سنتيم. نديروا نقطه ونديروا شغل نصف نديروا شغل بديه تاع اس ولا دائره ولا باش يجي لا فورم تاع صدر الشباب. صح اخواتاتي، هنا نروحوا لا مونش. بما انه 2 متر ونص غادي تكفينا باش تخيط لنا قندوره ولي مونش. نحطوا لا مونش تاعي ونطراسو هكا بالستيلو ولا بالطباشير اخواتي. يعني نطراسو غير بالحاجه المبتدئات، طراسو بالحاجه لا مونش فصلوا وحده ثم الثانيه. كي تفصلوا القندوره فصلوا جهه يعني القدامي عاود فصلوا لاريير، ومن ثم وديروا الفتحات. يعني تجيكم بطريقه سهله بالبزاف. هنا فصلت المونش تاعي. شفتوا كيش درت؟ يعني نحدد نقطه اعلى الكتف ونقطه اسفل الكتف يعني تحت الابط، ونحط صبعي في الوسط ونحدد نقطه، وبهذوك النقاط نلاقي نعرفوا كاع الفتحه ولا الحرده تاع الابط كيفاش تجي. هنا راني نقص كيما قلت لكم، نقصوا جهه ثم ناخذوا الجهه الثانيه نقصوها. كيما تشوفوا مثلا انا هنا راني قصيت هذه الجهه ونجيب المونش تاعي ونقص نفسها. صح اخواتي.
كيما راكم تشوفوا راني ندير لكم تسريع تاع الفيديو. هذه هي هذا اش نحتاجو قطعتين تاع دوفون لاريير، ونحتاجو زوج تاع لي مونش. هنا نروحوا باش نخدموا دوفون. قلت لكم غادي ندير فيه سفيفه، ما غاديش ندير فيه سفيفه حتى لتحت، غادي ندير فيه سفيفه 40 سنتيم من اعلى الكتف حتى 40 سنتيم. نحددوا نقطه، يعني نوصلوا السفيفه حتى ل 40 سنتيم. هنا راني نحددها بالقلم. تفكرت المبتدئات غادي نعطيكم واحد الفكره، هي تجيبي شريط لاصق ولا سكوتش بيه تحددي المنتصف باش ما تجيك السفيفه عوجه. تحددي المنتصف بشريط اللاصق. انا مثلا هنا عندي هذا الشريط الذهبي، لا باس نحددوا به المنتصف. شوفوا تهودوه نيشان حتى النقطه 40. صح اخواتي؟ ان شاء الله الفكره تكون وصلت. شوفوا هنا كيف فتحناه، غادي تجينا يعني غادي تجينا خط مستقيم بيه نتبعو. السفيفه للمبتدئات غادي نخيطوا مباشره السفيفه. الصدر يعني الفتحه تاع الصدر غادي ندخلوا يعني بنصف سنتيم. شوفوا درت هذه الكفه نصف سنتيم، نحطوا فوقها السفيفه ونبداو نخيطوا. يعني هذه اسهل طريقه للمبتدئات، خير ما تخيطي يعني كيما نقولوا من الخلف تعاودي ترديه. المبتدئات غادي تجيكم واعره. اللهم خدموا كيما هاك، تدخلوا بنصف سنتيم حتى 6 ملم 7 ملم، وناخذوا ونحطوا الصفه تاعنا ونبدو نخيطوا فوقها. وهنا كي نبدو نخدموا كيما نقولوا الغرزه نديروها الكبيره كاع، نديروا اللي تحكمنا في الغرزه نديروها عند الرقم 5 باش تجينا باش بالخف نخدموا، وما كيما نقولوا باش بالخف نخدموا باش يتمشى لنا الكتان بالخف. صح اخواتاتي؟ هنا راني نخدم بالسيفه، درت هذاك الفتحه تاع الصدر، ودوكا نجو مهودين هذيك 40 حتى النقطه 40 سنتيم. وهنايا نعاودو نتنو السفيفه ونجو راجعين، يعني نخيطوا كيما نقولوا غير قد ما نحكموها. شوفوا هنايا قلعت هذاك السكوتش، وهنا نجي راجعه. هذه سهله بزاف، يعني بزاف اخوات علمت حتى النساء بال50 وبال55 بهذه الفكره. كيما نقولوا حكموها بزاف وبزاف تعلموا بها، يعني شغل هذه هي لا باز تاعهم. صح اخواتي؟ هنا نعاودوا بعد ما صاير ركبنا السيفه تاعنا نروحوا ندوروا عليها الدوره الثانيه، يعني باش نحكموها نيشان. هنا السيفه غادي ندير غير في الدوفون وندير في لي مانش. يعني للمبتدئات ماشي تتركبوا وديروا السيفه في الظهر وكاع غادي تجيكم عند تقويره الظهر وكاع غادي تجيكم شويه بروبليم. ما لا، هذه هي اسهل طريقه. اللي مازال ما عيدتش اخواتي، هذه هي الفرصه، تشرو قطيفه ولا براده ولا اي نوع من القماش. رانا بين كيما نقولوا رانا بين الصيف والشتاء، اي نوع من القماش يخدم لنا، سورتو للعيد. اللي مازال ما خدمتش قندوره للعيد، هذه هي الفرصه تاعك باش تخدمي قندوره. صدقوني البنات انا راني خياطه والحمد لله. في بعض الاحيان نكون هكا بعيده ولا نكون عند زميله ولا نقول ها جيبي نفصل لك، والله غير نخيط لها بيدي. يعني بيدي نخيطوا قندوره، نركبوا السيفه باليد، نبلعوا باليد، كل شيء باليد. يعني العمده هنا على الف صاله كيفاش تفصلي القندوره تاعك. المهم اخواتي، هنا بعد ما كملت الصدر تاعي اكيد اليدين كيفاش نركبوا السيفه في لامونش. نقلبوا لامونش على الخلف تاع البلوز تاع عفوا، يعني على كيما نقولوا الشين تاع القطيفه. نركبوا السيفه تاعي ونعاودوا نردوها على وجهها ونخيطوها. وهنا الكتف عفوا الظهر كيفاش نخدموه. ناخذ قطعه من القطيفه اللي بقات، ناخذ فيها 10 سنتيم والطول تاعها 42 سنتيم عفوا 44 سنتيم. لازم تكون الطول تاع القطعه قد الكتف تاع تاع البلوز القندوره. عفوا اخواتي غير استسمحوني راني شويه المهم شوفوا هنا بعد ما خيطت غير هذيك الفتحه تاع الرقبه، غير فتحه نخيطوها، نقصوا هذوك الزوائد ونديروا فتحات بالمقص براس المقص باش كي نتنو هذيك القطعه الاضافيه اللي زدناها ما يجيناش تكماش وماش، يعني تجينا الخدمه نقيه. هنا راني تنيت هذيك القطعه للداخل، وهنا راني نعاود فوقها يعني بواحد سنتيم ولا ونعاودو فوقها. يعني ساهله البنات، خاصكم الاراده سورتو المبتدئات. اذا ما كيما نقولوا هذه اسهل طريقه كيفاش تفصلي وتخيطي قندوره، اسهل منها ما كاش. شوفوا اخواتي هنايا غادي نركب الخلف مع الظهر.
كنت شوفوا البنات كي درت هذيك القطعه وتنيتها خيطتها وزدت خيطتها لتحت، يعني قلت لكم فيها 10 سنتيم نخيطوها من الاعلى ومن الاسفل باش كيما نقولوا ما تبقاش كي نلبسوها تطلع لنا، لازم نفيكسوها بالخياطه. هنا نلاقوا الكتف مع الكتف ونخيطوا القندوره تاعنا، يعني نلاقوها نغلقوها. شوفوا هنايا اللي راني نخيط هذه هي اللي قلت لكم البنات ما نخلوهاش هكا تطلع، يعني هاد القطعه الاضافيه كاين بعض البنات رانا نشروهم قناضر كي نلبسوهم تخرج لنا يعني من الكتف تاعنا عفوا من الرقبه تاعنا في لارير تخرج. دونك نتوما يعني حاولوا تخدموا على اكمل وجه، لا هذيك خاصها تتخيط. المهم هنا نروحوا هنا لامونش تاعي البنات كي فصلتها زدت فيها واحد الواحد ونص سنتيم باش نديرو لي بلي على الكتف. شوفوا هنايا راني نخيط في لامونش تاعي، انا يعني متمكنه من الخياطه نخيطها عادي. كملت لامونش تاعي عادي. غادي نعطيكم فكره للمبتدئات في لامونش الزاوجه كيفاش نخيطوا يعني بكل اريحيه. شوفوا اخواتي نحددوا الكتف مع الكتف، نفيكسوه عفوا نحددوا نصف منتصف المانش، نحددوه بإيبانغ ونبدو نخيطو. وكي نتلاقوا عند الكتف نديرو شوفوا هذه هي لامونش اللي كنا. شوفوا حددت المنتصف قلعت منه، يعني حددته بالمقص. هنا في المنتصف مع المنتصف نديرو إيبانغ يعني في هذيك شوفوا راكم فاهمين نلاقوا المانش مع نصف الفتحه تاع الابط ونخيطوا نيشان ونجو طالعين. كي نتلاقوا في الوسط غادي نتلاقوا هذاك الزياده تاع 1.5 سنتيم تما كنديروا بلي، يعني ولا تكميشه الكشكشه كما نقولوا، ونكملوا حتى الاسفل حتى الجهه الثانيه. المهم اخواتي سهله، يعني اكثر من هذا ما نقدرش نشرح. هنا نجو باش نكملوا القندوره تاعي، يعني باش نغلقوها. هنا راني نغلق فيها من الجهتين، يعني ساهل البنات. شوفوا في نصف نهار تكونوا يعني في 3 سوايع ولا 4 سوايع تكونوا كملتوا القندوره من الخياطه. هنا راني نغلق في القندوره تاعي من الجهتين. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين. صوم وطاعة للرحمن، هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك. هنا بقات لنا غير الكفه. اكيد انا درت لها السورجي، يعني القندوره تاعي كاع درت لها السورجي. هنا نروحوا باش نديروا الكفه تاع 1 سنتيم، يعني ماشي اوبليجي نكبروا الكفه. اللي ما عندها السورجي تاني ما ديرش كفه وتعاود تثني للداخل، يعني قاطفه ما غادي لا تتسرم ما غادي لا تتفزر لا والو، يعني يديروا كفه 1 سنتيم بلا ما تثنوا كفه واحده. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. هنا المرحله المهمه بزاف عند اي خياطه. شوفوا البنات المكوات، يعني الخياطه نصف المكوات النصف الثاني تاع كما نقولوا تاع الشارم تاع اي حاجه، يعني المكوات ما خصش تستغنوا عليها. ما تقولوش قاطفه ما نكوش، لا خواتاتي لازم اي حاجه تخيطوها تكوها، يعني التحداث كما نقولوا يزيد نص في الحاجه تاعنا اللي نخدموها. هنا راني نحدد فيها في كاع في الجناب في الكفه في لي مونش في كاع، يعني نحددوها نيشان يعني كما نقولوا حتى نشوفوها. يعني شوفوا نتوما اصلا كي تولوا تحدوا غادي الحاجه تعجبكم، يعني اي وحده تكون تخدم تخيط حاجه بصح كي تحدديها تزيد فيها نظره. المهم هنايا غادي نديرو بعد التزيين. هنا عندي فصوص وعندي دي بيرل صغار وعندي ليسونسيال هذا المتوفر عندكم. هنا عندي وريدات هادو تاع 100 دورو حطيت هنا، يعني باعت سورتو هي شويه مرا كبيره في اللاج، ما رانيش باغي ندير لها حاجه شارجي. هنا هاد اللوزات
دخلت لها الالوان الازرق والذهبي والاحمر باش نكاسي لا كولور تاع هاد لا بلو. رشيت الوردات كي من هكا، يعني اختيارين، هي ما طلبتليش حاجه زعما كيما نقولوا خاصه. المهم هنايا بغيت نضيف لها المهم حبيباتي، هنا كي تحطوا، شوفوا البنات الحاجه المهمه ديروا بالبيستولي اخواتي، يعني سورتو المبتدئات، باش كيما نقولوا كي تجوا تبرو كي تجوا تخيطوا بالبرا والخيط ما يهرب لكمش البلاصه تاع كيما نقولوا ما ديكاليش، باش تخرج الحاجه كيما راها في بلاصتها. ديروا لاكول شويه برك في كل حبه وفيكسوهم بلاكول، مباشره نروحوا خيطوهم بالابره والخيط كيما راني ندير انا. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. هذه هي قندورتي جاهزه في المانكا البنات، ما خداتش مني وقت كتير. شوفوا بين تصوير مع انه التصوير ياخذ وقت، صدقوني اخواتي واحد 3 سوايع مامبا كانت كامله من تفصيل الخياطه يعني المونتاج كل شيء كان كامل. هنا ضفت لها حزام باسكو كان باقي لي القماش، دونك ضفت لها حزام باش يزيد فيها نظره ثاني، وجات ولا اروع اخواتي. ننصحكم تجربوا هذه الفكره، ان شاء الله الفيديو تاعي يعجبكم. كثروا لي جام وسلام.